لو انتي خلاص تعبتي من الدايتس ومش عايزة تعملي دايت تاني في حياتك، فهو الفيديو ده معمول ليكي انتي بالظبط. انا جايه اقول لكم على 5 حاجات هعملها لو عايزه اخس 30 كيلو من اول وجديد، واستنوا لاخر الفيديو عشان هنعمل سوا تحدي لنزول الوزن. هلو، ويلكم تو توكس ويز اسراء. انا عملت الماتشا بتاعتي وانتي كمان اعملي حاجه سخنه ويلا ندخل في الكلام على طول. انا جمعت لكم كل حاجه عشان ما انساش حاجه خالص. اول نقطه بقى، انا مش هعمل دايت. انا عارفه ان ده ممكن يكون صادم بالنسبه لكم، بس انا في رايي كاخصائيه تغذيه وكحد خس اكتر من 30 كيلو، حوالي تقريبا 34 كيلو، في رايي ان الدايتس دي نظام فاشل. مفيش حد بيقدر ان هو يعيش حياته كلها بيعمل دايت، ومجرد ما انت هتوقف الدايت ده هترجع تزيد تاني، ويمكن تزيد اكتر من الاول، لان الدايت بيخلق عندك شراهه لان انت محروم من الاكل. فمجرد ما انت ما بتوقفه بترجع تبقى عايز تعوض وتنتقم وتاكل كل الحاجات اللي انت اتحرمت منها. اكتبي لي كده في الكومنت كام مره عملتي دايت ورجعتي تاني. انا بالنسبه لي مثلا شخصيا مش اقل من 10 مرات. خسيت بعد ما خلصت كليه ورجعت زدت تاني، وعملت دايت ساعه فرحي، طبعا كلنا كبنات بنعمل دايت الفرح ده معروفه، ورجعت مش زدت تاني، انا رجعت اتنفخت زي البالونه. فانا بكره كلمه دايت دي. انا حتى لما كنت بعمل ميل بلان لحد من المشتركين معايا كنت بقول لهم ما تقولوش كلمه دايت دي، احنا بنبني لايف ستايل جديد، بنغير فيه عاداتنا الغذائيه، بنخس واحنا مبسوطين ومستمتعين. حتى هم لما كنت ببعت لهم الميل بلان كانوا بيقعدوا يقولوا لي احنا ازاي هنخس وبناكل كل الاكل ده، وجسوت كانوا فعلا بيخسوا وبيوصلوا لنتائج كويسه. فانا كلمه دايت دي مش موجوده في القاموس بتاعي. انا مش هاكل فراخ عامله زي الكاوتش تاني ملهاش اي طعم، مش هاكل بيض ملفوف في خس الصبح علشان خاطر اخس. انا مش هعمل دايت تاني. اللي انا هعمله بقى هو ان انا هشتغل على علاقتي بالاكل واصلح علاقتي بالاكل. هبطل اصنف الاكل على ان ده اكل ينفع اكل منه عشان هو اكل صحي، وده اكل ما ينفعش اكل منه عشان هو اكل مش صحي. لا، انا هبص للاكل على انه اكل بيغذي جسمي، بيديله الفيتامينات والمعادن، بيخليه يقدر ان هو يقوم بالوظائف المطلوبه منه، واكل تاني بيغذي روحي. ده الاكل اللي انا بحبه وبستمتع بيه، هدفه بس ان هو يديني شويه دوبامين، مش هدفه ان هو يديني الاحساس بالشبع الجسدي او الامتلاء الجسدي. ولما اجي ان انا اكون طبق، هكون طبق متوازن، هيكون فيه 80% منه اكل بيغذي جسمي، لان ده الاكل المطلوب منه ان هو يديني الاحساس بالامتلاء او الشبع الجسدي، و20% من الطبق بتاعي هيكون من الاكل اللي بيغذي روحي، اللي هو هدفه بس ان هو يديني شويه دوبامين، يديني احساس بالسعاده او الرضا عن الوجبه اللي انا باكلها. في بدايه ما انت بتصلحي علاقتك بالاكل هيكون معظم الطبق بتاعك هيكون من الاكل اللي هو بنسميه السول فود او الاكل اللي بيغذي الروح، لان دي مرحله انتقاليه، انت جايه من عقليه دايت فجسمك شويه عايز يتدلع، فبتديله اكتر من الاكل اللي هو اللي بيغذي الروح ده. بس مع الوقت الكميه بتاعه الاكل اللي بيغذي الروح ده هنبدا نقللها والدنيا هتمشي كويس قوي. فما تخافيش، بعد ما كونت الطبق المتوازن ده هقعد اكل بطريقه مايندفول، هقعد امضغ الاكل كويس واستمتع بالاكل والنكهات، اقعد اكون في بوستشر كده كويس، تكون كتافي وظهري مفرودين فيه، والاكل هو اللي بيجي لبقي، مش ان انا بوطي على الاكل وباكله. لا، انا قاعد في قاعده مريحه، قاعده كويسه، جسمي مشدود فيها، والاكل هو اللي بيجي لبقي. طريقه يكون فيها اتيكيت، بمضغ الاكل كويس، بسيب الشوكه والسكينه في الطبق ما بين كل قطمه والتانيه، وما ببداش في القطمه اللي بعدها غير لما اتاكد ان انا مضغت الاكل كويس وبلعت القطمه الاولانيه دي. اكون متصله مع جسمي، واول ما اوصل للاكتفاء او الشبع المريح اللي احنا اتفقنا عليه في فيديو اشارات الجوع والشبع، هبدا ان انا اوقف اكل. عاوزه برضو اوريكم مثال على الطبق المتوازن اللي انا بكلمكم عليه ده. هحط لكم صوره ساندوتش برجر بعمله الفتره دي في البيت، احنا ادمناه كلنا. عاوزه والله ان انا اصور لكم الريسيبي بتاعته وانزلها لكم قريب. المهم انا لما باجي اطبخ طبق زي ده بطبخه بذكاء، يعني مثلا مش بستخدم دهون كتير. اللحمه مثلا اللي انا مستخدماها في البرجر ده تقريبا فيها 5% دهون، وبعوض بقى الجوسينس او الجوسز اللي كانت هتديها لي الدهون اللي موجوده في اللحمه، بان انا بحط صوصات كتير لان انا بحبها، وبحط خضار كتير، يعني ممكن احط خس، جرجير، احط بصل متكرمل، فبزود الالياف اللي موجوده في الطبق بتاعي. العيش مثلا اللي انا مستخدماه هنا ده عيش معمول من حاجه اسمها دينكل ميل، اللي هو تقريبا في مصر الدقيق الاسمر، بيكون فيه الياف وبروتين اكتر من الدقيق العادي، وانا بصراحه بحب طعمه، ودي اهم حاجه. لو انتم مش بتحبوا طعمه اقعدوا جربوا اكتر من نوع من العيش لحد ما تلاقوا نوع تكونوا بتحبوه ويكون مفيد لجسمكم. فالوجبه دي فيها كل العناصر اللي جسمي محتاجها، وفي نفس الوقت هي جوسي ولوسي وطعمها كده حلو وبيديني احساس بالرضا او الساتسفاكشن. عاوزه اجرب برضه احط عليها بتنجان عشان اشوف كده هياخد البرجر في حته تانية ولا لا. المهم لما قعدت كلت بقى الوجبه دي كنت متصله مع جسمي، ووقفت عند شبع مريح. تقريبا خلصت الساندوتش كله وما خدتش كتير من البطاطس، كنت مستمتعه اكتر بالساندوتش فاكلت منه اكتر.
قبل كده لما انا كنت في عقليه الدايت، لو انا نزل قدامي طبق بالمنظر ده هخلصه كله، لان انا خايفه ان انا هتحرم منه، عمري ما هاكله تاني. لكن انا دلوقتي اقدر عادي ان انا اوقف، لان انا اقدر ان انا اعمله بكره تاني عادي خالص. مش كل يوم هيكون عندي احساس الشبع واحد، يعني انا ممكن في يوم تاني ما اخلصش الساندوتش كله واكل اكتر من البطاطس. ممكن في يوم اكلهم كلهم لو انا جسمي في اليوم دوت مثلا اتحركت كتير، فكنت جعانه اكتر. المهم ان احتياجات جسمنا بتتغير كل يوم، عمري ما كل يوم هاكل نفس الكميه، خصوصا احنا كستات احتياجات جسمنا بتختلف على مدار الشهر بشكل كبير جدا. المهم ان انا بسمع لجسمي، متواصله معاه، بوقف لما يكون هو حاسس بالاكتفاء. ونفس الكلام على فكره لو انا جايبه الساندوتش ده من بره، لان انا مش طول الاسبوع بطبخ في البيت، فاحيانا بطلب اكل من بره. فلو انا جايبه الساندوتش ده من بره هاكل بنفس الطريقه، واوقف عند برضو شبع مريح. ممكن مثلا جنبه احط شويه سلطه او اقطع شويه خيار، لان معظم الاكل من بره بيكون فيه الياف قليله. النقطه بقى رقم 3، هنسى شخصيتي القديمه وهتصرف زي الشخص اللي انا عايزه ابقى ايه. انا هبقى شخص علاقته مع الاكل متزنه وهخس وهبقى سكيني جيرل، يبقى انا خلاص I'm no longer this fat girl، وهنساها تماما، مش هتصرف زيها. انا هتصرف زي البنت الفت الرفيعه او اللي خست، وهتصرف زيها دايما. لما اجي اكون طبق هفكر هي السكيني جيرل اللي جوايا هتكون الطبق ده ازاي، هتحط الياف قد ايه، كتر الوان الخضار اللي موجوده في الطبق بتاعها عشان تدي فيتامينات ومعادن جسمها محتاجها، هتدي دايما اولويه للحركه في يومها، مش هتكون قاعده كسوله، لا المشي ده جزء اساسي من اليوم بتاعها، بتتمشى كتير وبتتحرك كتير، ما بتاخدش الاسانسير مثلا وبتطلع على السلم احسن، هي متعوده ان هي بتتحرك، هي خفيفه عامله كده زي الفراشه، مش بتنهك طول الوقت من كتر الدهون اللي هي بتاكلها، اني بعمل امبادي للشخصيه الجديده اللي انا هبقاها. لما اجي مثلا اكل سكريات هفكر هو انا الشخص اللي متزن مع علاقته بالاكل ده هياكل السكريات دي ازاي، هل هياكلها كده لوحدها فتعمله سبايك في الانسولين، ولا هيحط جنبها شويه الياف وشويه بروتين فساعتها تديله شبع ويبقى كده كون طبق متوازن. فدايما فكري زي الشخص اللي عايزه تبقيه، علشان فعلا مع الوقت تتحولي وتبقي الشخص ده. لو انا فكرت زي الشخص ده هتصرف زيه وهبقى الشخص ده فعلا. لما تيجي تكسلي عن انك مثلا تلعبي رياضه، فكري نفسك لا ده انا الشخص الفات اللي جوايا مش هيكسل عن الرياضه، حتى لو هو تعبان هيقوم وهيتحرك. طبعا لو انت ما عندكيش اوجاع جسديه يعني قويه، انا بتكلم لو انت مكسله بس. لكن لو انت تعبانه طبعا خدي يوم وارتاحي فيه من الرياضه. النقطة رقم 4، هفهم مشاعري وابدأ ألاحظها وأتعلم منها. هبدأ أركز مع نفسي بدون أي أحكام خالص، وأشوف كده أنا لما كنت متضايقة ورحت كلت أنا كنت ساعتها فعلا محتاج إيه. هل أنا مثلا كنت محتاجة إن أنا أفضفض مع حد، فساعتها ممكن المرة الجاية بدل ما كنت ألجأ للأكل أكلم حد مثلا من أصحابي أحكي لها عن الحاجة اللي أنا حاسة بيها. هل أنا كنت مثلا محتاجة إن أنا أهدى شوية مع نفسي، فساعتها ممكن المرة الجاية أخد شاور دافي كده وأقعد وأهدى مع نفسي. هل أنا كنت تعبانة، فممكن ساعتها المرة الجاية أدخل وأريح في السرير. هل أنا كنت متوترة، فممكن المرة الجاية أعمل مشروب دافي وأقعد كده وأهدى مع نفسي. فابدأوا ركزوا مع نفسكم بدون ما تعملوا أي جادجمنت خالص للأفعال بتاعتكم. ابدأوا افهموا الأفعال اللي انتوا بتعملوها دي إيه سببها، لأن أنا في الآخر لما بروح أكل وأنا مش جعانة ده بيبقى ناتج عن إن أنا في شعور معين عايزة أسكته وعايزة أعمله نامينج عشان ما احسش بيه فباكل. لكن انا فعلا في اللحظه دي محتاج حاجه معينه عشان تخليني احسن، والحاجه دي مش هي الاكل. هحط لكم برضو اللينك بتاع فيديو الاكل العاطفي اتكلمنا فيه عن الارج بتاعه الاكل اللي بتيجي فجاه وانا مش جعان، وازاي نقدر نتعامل معاها. النقطه الاخيره بقى، هبطل اعمل رياضه قاسيه. دي غلطه انا وقعت فيها وحابه ان انا اقول لكم عليها عشان انتوا كمان تتفادوها. انا في بدايه السنه اللي فاتت زدت 5 كيلو، وانا اصلا كان هدفي ان انا اخس، بسبب ان انا كنت بعمل بقى ايه هيت كارديو، كنت بشيل اوزان 6 ايام في الاسبوع، وكنت كل شويه اقلل اكلي اكتر، فحط جسمي تحت ضغط جسدي، وبسبب الحرمان حط جسمي تحت ضغط نفسي. فالكورتيزول اللي هو هرمون التوتر زاد جدا في جسمي، وجسمي بقى بيخزن دهون بدل ما هو يحرقها. ودي كانت اللحظه اللي انا قلت فيها ستوب يا ابني، وقف لي كل الكلام ده، انا هصلح علاقتي بالاكل وهبطل الرياضه القاسيه اللي انا بعملها دي. وبدات اطبق الخطوات اللي انا لسه قايله لكم عليها، فبطلت كل الرياضه اللي كنت بعملها دي وبقيت بس بمشي كل يوم. وبدات ان انا اقرا كتب كتيره عن ان انا ازاي افهم مشاعري وازاي اخرج نفسي من الفايت اور فلايت مود اللي انا حاطه فيه جهازي العصبي دايما ده. فبدا ان الكورتيزول يقل في جسمي، ولقيت ان الدهون والله حرفيا بقت بتسيح، برغم ان انا اصلا مش حارمه نفسي من اي حاجه، انا بس بسمع لجسمي، بشوف امتى اكون جعانه وساعتها باكل، وبوقف لما جسمي يحس بالاكتفاء. والرياضه اللي بعملها في يومي كلها تكون بتهدي جهازي العصبي، اللي هي المشي، او ممكن اعمل يوجا، اعمل بيلاتس. كنت الفتره دي باكل محشي، باكل جلاش، باكل مكرونه بشاميل، لان ساعتها كان رمضان، ورغم كده برضو كنت بخس.
لان جسمي اطمن، بقى مرتاح، بقى حاسس ان هو مش بيجري وخايف من حاجه، فهو مضطر ان هو يخزن الدهون دي عشان هو محتاجها قدام. لا، جسمي اطمن، بدأ ان هو يستخدم مخازن الطاقه دي ويخرجها. فالتجربه اللي عشتها دي غيرت مفهومي تماما عن التغذيه، وساعدتني ان انا اخس اصعب 15 كيلو اللي هم بيكونوا في الاخر. انا خسيت اول 15 كيلو بالطريقه التقليديه، ان احنا بنقلل فيها اكلنا وبنمشي على ورقه الدايت، بس انا بسببها كنت هرجع ازيد تاني لان انا شراهتي زادت على الاكل. ساعتها وقفت الطريقه دي تماما وقلت انا خلاص انا هصلح علاقتي بالاكل، وهي دي الطريقه اللي ساعدتني ان انا اخس اصعب 15 كيلو. لكن انا لو رجع بيا الزمن هطبق هم الخمس حاجات دول علشان اخس ال 30 كيلو كلهم. تعالوا بقى نعمل مع بعض تحدي لنزول الوزن. هتكتبوا في الكومنتس التاريخ اللي انتوا شفتوا فيه الفيديو، وتيجوا بعد شهر تكتبوا لي جسمكم اتغير ازاي، خسيتوا قد ايه، علاقتكم بالاكل اتحسنت ازاي، وانا هرد على الكومنتس دي وهتابعكم وهشجعكم. صدقوني انتوا مش محتاجين اكتر من 5 حاجات دول علشان تحسنوا علاقتكم بالاكل وتخسوا وتوصلوا للجسم اللي انتوا بتحلموا بيه. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون ضاف لكم حاجه فعلا، واشوفكم الفيديو الجاي.